في قرية هادئة كان هناك قط سمين برتقالي يرتدي مريول أزرق يحب الأكل كثيراً ويحب طلب الطعام الجاهز. في يوم مشمس قرر القط أن يجرب طلب ديليفري لأول مرة، فجلس أمام الهاتف بحماس ينتظر وصول الطعام. بعد قليل وصل عامل الدليفري الذي كان ثعلباً نحيفاً يرتدي سترة حمراء وحمل صندوق البيتزا الكبير بيده. القط السمين بدلاً من الانتظار فتح الباب بنفسه وكأنه صاحب البيت، مما أدهش الثعلب كثيراً. بعد أن استلم القط الطعام جلس على الطاولة وبدأ يأكل بشراهة، بينما الثعلب يراقبه بابتسامة خفيفة. فجأة اختفى صندوق البيتزا بطريقة غامضة، مما دفع القط والثعلب للبحث عنه معا في أرجاء المنزل، ووجدوه في النهاية مختبئا تحت الأريكة، مما جعلهم يضحكون معا بسعادة.